الجبهة الساحلية ينضم إلينا من ريف اللاذقية الناشط الإعلامي محمد الحسن. أخي محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. إذا فشلت عصابات الأسد على مدار 3 أيام وتحت غطاء من الطيران الحربي والمروحي الروسي بتحقيق تقدم على جبهات القتال في الجبهة الساحلية، ما هي آخر التطورات لديك؟ نعم، الاشتباكات ما زالت مستمرة على اليوم الرابع على التوالي بمحاولة لقوات النظام المدعومة بميليشيات إيرانية وميليشيات من حزب الله اللبناني وبغطاء وبإسناد جوي من الطيران الروسي الحربي والمروحي من التقدم على محاور كفر دلبة وترتياح وعين سامور والجب الأحمر والجب الغار في قمة نبي يونس. المجاهدون يسطرون أروع البطولات في هذه المحاور. النظام لا يستطيع التقدم، أي شبر واحد لم يستطع التقدم على هذا المحور. المجاهدون يسطرون أروع البطولات، عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام لحد اللحظة. المشافي الحكومية في مدينة اللاذقية تعج بالقتلى والجرحى من ميليشيات قوات النظام في الساحل السوري. نعم أخي، نكرر، النظام لم يستطع التقدم شبر واحد على الأراضي المحررة. عشرات الغارات من الطيران الحربي والمروحي تستهدف نقاط الاشتباك في ريف اللاذقية. نعم أخي محمد، هل تم رصد جنود من روسيا خلال هذه المواجهات بريا على الأرض؟ نعم أخي، رصدت عدة عناصر روس، ويسمع الكلام باللغة الروسية على قبضات التنصت للمجاهدين. نعم، يسمع أصوات باللغة الروسية، يتكلم العناصر الروس مع القواعد الروسية المتمركزة في الساحل السوري. نعم أخي محمد، الهجوم ماذا يختلف يعني خصوصا بعد تدخل روسيا بعتادها وجنودها في الجبهات القتال؟ يعني هناك جبهات مشتعلة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي بقيادة روسية، والأهم من كل ذلك هي الجبهة الساحلية. روسيا تريد إبعاد المجاهدين والثوار لكي تستطيع تأمين مطار حميميم. ما الذي اختلف هذا الهجوم عن غيره من الهجومات السابقة؟ نعم أخي، يتميز الهجوم أنه الهجوم الأعنف الذي يشهده ريف اللاذقية بهذه الأيام. نعم، يتميز الهجوم اليوم بكثافة الطيران والغارات الحربية. الطيران يأتي على علو منخفض جدا، لا يرتفع لا يقل عن 200 متر فوق سطح الأرض. يقوم بالتمشيط العشوائي وبطريقة غريبة جدا بالرشاشات الثقيلة. هجوم شرس تشنه عصابة الأسد على محاور الإشباك. المجاهدون يقدمون أروع أنواع الصبر، أروع أنواع الثبات في ريف اللاذقية والمحاور. شكرا جزيلا لك. كان معي من ريف اللاذقية الناشط الإعلامي محمد الحسن. في ظل التطورات الميدانية والعسكرية المتسارعة وبعد تدخل روسيا وقيادة العملية